اقرا واتعلم في مجال تاني خالص غير اللي انت بتعمله. صدقني احنا بيبقى عندنا مشكله لما بنبقى قاعدين في الشغل بتاعنا بنفكر في شغلنا، بنشتغل للشغل وبنتعلم فيه، بس ما بنفكرش في اي حاجه تانية خالص، وكاننا قاعدين في اوضه كلها مرايات باصين على نفسنا وعلى المجال اللي احنا بنشتغل فيه فقط. شركه زي جوجل مثلا في فتره من الفترات عامله قاعده اسمها 20% رول، كل موظف عنده 20% من وقته لازم يعمل حاجه مختلفه تماما عن اللي هو بيعملها تكنيكال في الشركه. القاعده دي خرجت اتنين من افضل واهم البرودكتس الموجوده في جوجل، الادسنس والجيميل، ايميل الجيميل اللي احنا كلنا عارفينه. الحاجات دي طلعت من افكار غير تقليديه، طلعت من موظفين ما كانوش مطلوب منهم ان هم يطلعوها. يعني ده في حد ذاته من اهميه فكره انك لازم تكون بتبص على افاق اوسع وبتشوف مجالات مختلفه تماما عن اللي انت بتشتغلها. وعندنا امثله كتيره من المبدعين ما كانوش في مجالهم خالص. يعني الدكتور احمد خالد توفيق هو كان دكتور، عبد الرحيم كمال دلوقتي ما هو دكتور، على فكره واحد من اكبر الفاينانشال كونسلتنتس موجودين في مصر هو مهندس اصلا، وهكذا. فانت في الاخر لازم تلاقي، مش بقول ان انت لازم تشفت كارير او تروح على مجال تاني، لا، خليك في كاريرك، ولكن دايما دور على انك توسع افاق افكارك وابداعك وفكرك بمجالات تانية مختلفه. اقرا روايات، سافر وشوف اماكن مختلفه تشوف فيها افكار. ما كناش نتخيل بمثال بسيط ان ممكن العربيه والمطعم يتلموا على بعض ويبقى حاجه اسمها فود تراك. فالكلام ده كله دي افكار ابداعيه طلعت من ناس فكروا خارج الصندوق وهم بيتحركوا.